السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم اليوم شرح جديد إن شاء الله عكس نظرية فيثاغورس. تمام شباب، حناخذها وحنبسطها لكم بإذن الله تعالى. قال لي هنا يا شباب المثال رقم 9: بين أي المثلثات الآتية قائم الزاوية إذا كانت أطوال الأضلاع هي 6 و8 و10، والباء أعطاني 5 و7 و9، والجيم أعطاني 24 و10 و26. نحن بإذن الله تعالى شباب حنبسطها لكم، بس المطلوب منك أنت تفعل زر الاشتراك في القناة وتبدأ معايا على طول في الشرح. هنا يا شباب من غير أي إطالة، عندي أول شيء قال لي 6 و8 و10، كيف نبي نثبت ان هذا قائم الزاوية او لا؟ عندي اول شيء يا شباب حنقول هنا، حنقول 6، حناخذ التربيع للعدد 6 زايد حنديره 8 للتربيع. تمام، ونشوفوا كم تطلع. 6 للتربيع اللي هي كم يا شباب؟ 36 زايد 8 للتربيع اللي هي كم؟ 64، هتعطيني كم؟ 100. بعدين ناخذ الجذر يا شباب، جذر ال100 كم؟ حيعطيني 10 يا شباب. خلاص إذا هو عطاني 10 نفس الضلع الأخير يا شباب، فمعناه حيكون شني؟ قائم الزاوية. فمعناه شنو حيكون قائم الزاوية. طبعا نحن ديما بدينا بيش؟ بدينا بالأعداد الصغيرة اللي هي 6 و8. ناخذ أول عددين الصغار نربحهم، بعدين ناخذ الجذر يا شباب. إذا طلع لي العدد الأخير مثلا هو نفسه، فمعناه حيكون المثلث شني؟ قائم الزاوية، نفس ما درت أنا في المثال رقم 1. تو نجي يا شباب وين؟ للمثال رقم 2، وبإذن الله تعالى حتفهمها أكثر وحنعطيها لك خطوة خطوة. تمام، ناخذ مع بعضنا يا شباب مثال رقم ب. مثال رقم ب يا شباب حنبسط لكم باذن الله تعالى بطريقه اكثر. هنا عندي ال5 وهنا عندي ال7 وهنا عندي ال9. قلت لك شو ندير؟ حناخذ الرقمين هذين يا شباب، ال5 وال7، تمام، الارقام الصغيره، ونشوف هل يطلع لي بعد ندير لهم التربيع والجذر هل يطلع لي نفس الضلع الاخير او لا. اذا طلع نفس الضلع الاخير حيكون مثلث قائم الزاويه، اذا ما طلعش معناه مش حيكون قائم الزاويه. معناه حنديروا هنا 5 للتربيع زايد 7 للتربيع ونديره يساوي 5 للتربيع كم؟ 5 في 5 25 زايد 7 في 7 اللي هي 49 تساوي 5 زايد 9 حتكون 4 ويرجع الواحد. 2 زايد 4 هي 6 زايد 1 7 حيكون 74. بقى جذر ال 74 يا شباب، تعال نديره هنا جذر ال 74 هتعطيني كم؟ 8.6. فخطأ يا شباب، وهنا معطيني 9. لما ناخذ الجذر حتعطيني 8.6، وهنا الناتج يا شباب مش نفس الشيء، فمعناه المثلث غير قائم الزاوية. معناه نقوله مثلث غير قائم الزاوية. تمام. هذا بالنسبة للمثال رقم ب. وهاي نفس الشيء يا شباب، هنا شنقيل لك هنا شنقيل لك؟ قال لك غير قائم الزاوية. أما بالنسبة للمثلث الأول لما ربعنا وكل شيء طلع ان هنا ال100 قدرنا طبعا الجذر بتاعها تطلع 10، فمعناها هذه 10 وهذه 10، فمعناها شو بيكون مثلث قائم الزاوية. تعالوا نشوفوا الأخيرة ونطبقوا عليها، وهل تطلع نفس ما أنا قلت لكم أو لا بنفس الطريقة. حنشوفوها بإذن الله تعالى. نجي لرقم جيم. جيم شن قال لي؟ قال لي هنا 24. تمام، وقال لي هنا شن تاني؟ 10. صح، هناخذ العددين ال24 وال10 نربحهم. 24 للتربيع، تمام، نديروا زايد 10 للتربيع. تمام، ال24 للتربيع حنديروها يا شباب في الآلة حاسبة. تمام، نحلوها بالكامل في الآلة حاسبة. معناها حنديروا هنا الجذر. تمام، حنقولوا هنا 24 سكر قوس نديروا تربيع زايد بالمرة كي نطلعها لك دفعة واحدة. هنا 10 سكر القوس ندير التربيع هتعطيني كم؟ 26. فالناتج في الأخير بكل كم طلع لي؟ يطلع الناتج هذه كلها ريتها بعد ناخذ الجذر ربحوا وناخذ الجذر حيطلع الناتج كم؟ 26. 26 هذه يا شباب، هي 26 هذه هي نفس 26 هي اللي في المسألة. فأنا في المسألة شنو معطيني؟ في المسألة في الأساس معطيني هنا 24 ومعطيني 10 ومعطيني كم؟ 26. أنا لما خذيت الرقمين هذين يا شباب، هنا ال24 وال10 درت لهن التربيع 24 للتربيع زائد 10 للتربيع وخذيت الجذر. تمام، شن طلع لي؟ طلع لي 26 الناتج، نفس الضلع اللي معطي لي في السؤال. فالضلع هذا هو نفس الضلع هذا، فمعناه شنو بنقولوا مثلث شني؟ قائم الزاوية. نظرية فيثاغورس تعتمد على شنو؟ على ان مثلث يكون فيها شنو؟ احد اضلاع قائم الزاوية. فبالطريقة هذه شنو نكون كملت معاكم شباب مثال رقم 9. تو نمشي معاكم شباب مثال رقم 10. هناخذ تو معاكم وين؟ مثال رقم 10. تعالوا لي هنا مثال رقم 10. طبعا انا حنحله بدون المذكرة. تمام، حنحلوه هنا. أول شيء يا شباب قال لي هنا مثال رقم 10: ألف باء جيم مثلث نصف ألف باء في د أنزل د ها والباء جيم، فإذا كان الألف جيم تربيع يساوي ها جيم تربيع ناقص ها باء تربيع، فأثبت أن المثلث ألف قائمة. تمام، يعني يعتبر على قائمة الزاوية. المعطيات قال لي الألف باء جيم مثلث،
والدال منتصف ألف باء دال هاء والباء جيم ألف باء تساوي ها جيم ناقص ها باء. تو الكلام هذا كله حنثبت لك يا شباب بإذن الله عليها الرسمة اللي قدامنا، هي الرسمة هذه، هي الرسمة هذه كاملة يا شباب هي اللي حنثبت لك عليها. باهي أول شيء قال لي هنا الألف باء، وين الألف باء؟ هو الألف باء يا شباب، هو المثلث، هذا المثلث يا شباب قدامنا ألف باء بالكامل، هذا الألف باء بالكامل هذا هو المثلث. باهي تمام. باهي قال لك الألف باء شنو يساوي؟ يساوي ها جيم، وين الها جيم؟ هي هذه الها جيم يا شباب. تمام. ها جيم ناقص شنو؟ ناقص الها باء هي. تمام مقسومة لنا. باهي الألف باء تساوي ها جيم ناقص ها باء، بعدين عندي جيم دال ناقص شنو؟ ناقص دال ها. الجيم دال وين يا شباب؟ هي هذه جيم دال ناقص وين؟ قال لي ناقص دال ها، هي دال ها، معناها جيم دال ها جيم دال ناقص شنو؟ ناقص دال ها، هذه كلها مع بعضها شنو؟ مثلث. باهي تمام. ناقص شنو يا شباب؟ ناقص باء دال، ناقص باء دال هي. تمام. ناقص شنو؟ ناقص دال ها، يعني هذا مثلث صغير وهذا المثلث كبير. تمام. هذه دال جيم ها وهذه دال باء ها، فركز لي عليها. هنا بعدين شو بندير يا شباب؟ في حاجة قال لي هنا جيم دال ناقص دال ها، هنا درنا إشارة ناقص برا صح، بنقسم بعضهم. ناقص في ناقص دال ها حتبقى موجب بالتغير هي، وعندي هنا ناقص في باء دال حتبقى ناقص باء دال، فركز لي عليه. إشارة السالب بتوزع، بتجي مرة هنا إشارة موجب حتبقى سالب هي ناقص باء دال، وهنا إشارة بتجي هنا حتبقى موجب، ناقص في ناقص بموجب هيك لعن توا. تمام. باهي عندي بعدين الجيم دال تساوي جيم دال ناقص باء دال مفتوحة فيش؟ في ألف دال تساوي كم؟ دال باء. الألف دال هي شن تساوي؟ تساوي دال باء هي. تمام. فركز عليها. باهي شنو يبقى عندي؟ يبقى عندي الألف جيم، هي الألف جيم يا شباب، هذه الألف جيم اللي قبل شوي خذيتها هواية يا شباب، هذا اللي خذيته قبل شوي لاخذ في هذا أنا توا. باهي حنقارن هذا ما بين هذا يا شباب، ركز لي عليها بالله عليك. معناها قلنا هنا الألف دال، هذه الأولى ألف دال هي. باهي هذه الألف دال، هذه الألف دال، والثانية شن قال لي؟ قال لي دال باء، هذه الدال باء هي نفسها وين؟ هي نفسها الدال باء هي. تمام. هذه بالشت. باهي شن يبقى؟ يبقى عندي يا شباب الألف جيم، هذه الألف جيم هي، هذه الألف جيم. باهي ركز لي عليها. الألف جيم شن تساوي؟ تساوي جيم دال ناقص ألف دال. جيم دال وين؟ هي جيم دال، جيم دال. تمام. ناقص وين؟ ناقص ألف دال، ناقص ألف دال هي، هذه ألف دال ناقصة وين؟ ناقصة من جيم دال، وهذه الألف جيم. معناها أنا نبي المثلث هذا صح ولا لا؟ معناها الألف جيم طلعت برا يا شباب، هذه الألف جيم. تمام. هنا الألف دال ريت إشارة سالبة، معلش هذه إشارة سالبة، الألف دال حتنقل يا شباب بعكس الإشارة، معناها السالب ألف دال حتجيها حتبقى شنو؟ حتبقى موجب. تعال نكتبها لك باش تقعد عندك واضحة أكتر. ريتها مش قال لك هنا ألف جيم صح تساوي جيم دال. تمام. ألف جيم الألف جيم تساوي جيم دال ناقص ألف دال صح ولا لا؟ أنا نبي الجيم دال بروحها، شو ندير؟ ننقل الألف دال غادي بعكس الإشارة، هتبقى معناها عندي جيم دال تساوي سالب ألف دال، حتبقى بيش؟ حتبقى بالموجب، معناها حنقوله ألف جيم زايد ألف دال. هذه اللي جبت منها بالطريقة هذه يا شباب، أنا جبتها هذه، جبتها بالطريقة هذه. معناها أنا الجيم دال شن تساوي يا شباب؟ الجيم دال تساوي ألف جيم زايد ألف دال. معناها الألف شن هي يا شباب؟ معناها الألف زاوية قائمة. معناها الألف هذه يا شباب شنو؟ زاوية قائمة. ليش؟ لأن يا شباب نحن صنعنا مثلث، هذا مثلث. تمام. هذا هيك كله مثلث. تمام. هذا مثلث وهنا يا شباب زاوية قائمة، الزاوية قائمة معناها حتكون شنو؟ ألف. وهيك نكونوا حلينا مثال رقم 10 يا شباب. وهو صح يعني الرموز هن اللي عقدن يا شباب، بس انت تبع معي خطوات الشرح اللي انا درتهم واحدة واحدة وركز شوي حتى تفهمها بإذن الله تعالى. بنجي وين؟ للمثال رقم 11. مثال رقم 11 قال لي هنا ألف باء جيم دال متوازي أضلاع، فيه ألف باء يساوي 12 سنتيمتر والباء جيم يساوي 35 سنتيمتر والألف جيم يساوي 37 سنتيمتر، أثبت أنه مستطيل. أول شيء يا شباب هذا متوازي أضلاع. تمام. هذا شنو؟ قلنا متوازي أضلاع. متوازي الأضلاع معناه يا شباب حينقسم يا شباب صح ولا لا؟ متوازي أضلاع معناه حنقسمه. باهي هنا مثلث اهو حنديرها هيك، هذا مثلث، بما أن متوازي أضلاع معناه هذا حيكون شنو عندي؟ حيكون عندي مثلث. وبما أن هذا مثلث يا شباب إنه مثلثين، بما أن هذا مثلث معناه هذه شنو؟ زاوية قائمة اللي هي الباء شنو؟ حتكون زاوية قائمة. باهي أنا كيف نبي نحل؟ حنديروا المذكرة توا حنحلها لك هان.
تمام. معناها أنا شو بندير يا شباب؟ حنشوف 12 حنديره هنا 12 تمام، حنديره هنا 35 حنربحهم ونجمعهم. إذا طلع لي يا شباب الوتر 37 نفسه فمعناها حتكون شنو؟ حتكون قائمة الزاوية. معناها أنا بنديره هنا الألف باء تمام هنا للتربيع زايد الباء جيم للتربيع يساوي تمام. حنديروا معناها الألف باء كم يا شباب؟ 12 للتربيع تمام زايد الباء جيم اللي هي كم؟ 35 للتربيع، ونشوفوا إذا ساوت 37 معناها حتكون الحل صحيح 100%. حنديروا على الآلة حاسبة، حنديروا هنا جذر، حنفتح قوس، حنديروا 12 للتربيع زايد نفتح قوس، حنديروا هنا 35 للتربيع، حنديروا يساوي. طلعت كم؟ طلعت 37 يا شباب. فمعناها الناتج 37 يطلع هو نفس الناتج اللي بيطلع عندي هنا. فمعناها شنو حتكون؟ حتكون قائمة الزاوية يا شباب. معناها الناتج حيكون عندي كم؟ حيكون قائمة الزاوية. معناها مثلث ألف باء جيم يساوي كم؟ 90 اللي هي قائمة، وهي شنو؟ عكس نظرية فيثاغورس. والمثلث شنو يا شباب؟ طلع لي هنا، طلعت لي زاوية قائمة تمام. هيك. وقال لك هنا الألف باء جيم دال هو شنو؟ هو مستطيل تمام، هو مستطيل. فبالطريقة هذه يا شباب نكون كملت مثال رقم 11. إن شاء الله ناخذ تو شنو؟ درس جديد بعون الله حناخذه لكم، حنلقى لكم فيديو خاص به اللي هو مقدمة لحساب المثلثات بعون الله تعالى. تنسوش تفعلوا زر الاشتراك في القناة عشان يصلك كل جديد. نسأل الله أن يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.